تخيل شركة عندها عشرات الآلاف من الموظفين ومئات المشروعات والعقود الحكومية، وبتشتغل في الإنشاءات وإدارة المرافق والخدمات في أكتر من دولة. شركة شكلها من بره كبير ومستقر ومحترم، تقارير مالية بتطلع وأرباح بتتسجل وتوزيعات أرباح بتدفع للمساهمين، والإدارة بتتكلم بثقة عن المستقبل. وبعدين في يناير 2018 الشركة دي تقع، مش تتعثر شوية ولا تعمل ريستروكشرنج ولا تتباع لمنافس، بتدخل تصفية إجبارية وهي عليها التزامات بتقرب من 7 مليار جنيه استرليني، ومفيش في خزنتها غير حوالي 29 مليون جنيه استرليني كاش. يعني شركة شغالة في مشروعات بمليارات حرفياً ما بقاش معاها كاش يكفيها تكمل. بس المفاجأة مش إن الشركة دي وقعت، المفاجأة إن قبل سقوطها كان عندها رقم مهم جدا على الداشبورد بيقول إن الأداء بتاعها ممتاز. الشركة دي كان عندها تارجت اسمه كاش كونفرجن. ببساطة، من كل جنيه بروفيت بتقوله للناس دخل خزنتنا كام جنيه كاش حقيقي، والتارجت بتاعها كان 100%، والشركة كانت بتقول إن إحنا حققناه. ولكن لما الأرقام اتفككت بعد الانهيار، ظهر إن الجزء المدعوم بكاش حقيقي من الأرباح كان ممكن يكون حوالي 7% بس. يعني التارجت اتحقق على التقرير، ولكن الشركة كانت بتغرق في الحقيقة. والسؤال هنا، هل المشكلة إن الناس ما حققتش المطلوب منها؟ ولا المشكلة الأخطر إنهم حققوا المطلوب منهم بس المطلوب نفسه كان بيقودهم في الاتجاه الغلط؟ الحلقة دي مش ضد التارجتس ومش ضد الكي بي ايز، ومش هقولك الجملة الرومانسية بتاعت ان الارقام مش مهمة. لا، الارقام مهمة جدا، ومن غير قياس الادارة بتتحول لاراء وانطباعات، وكل واحد بيحكي القصة اللي على مزاجه. ولكن المشكلة بتبدأ لما الرقم اللي اخترناه علشان يدلنا على النجاح بيتحول نفسه لتعريف للنجاح. لما ننسى ان الكي بي اي مجرد اشارة على الطريق ونبدأ نتعامل معاه كأنه الوجهة. النهاردة مع بعضينا هنفكك قصة شركة كاريليون، وهنفهم ليه ناس عاقلة وذكية ممكن تحقق أرقام ممتازة وتدمر السيستم اللي هي شغالة جواه. وفي آخر الحلقة هديلك فريم ورك بسيط تراجع بيه أي تارجت عندك: الرقم والقيمة والثمن. أنا أحمد علي الضابع، وهنا إحنا مش بنتعلم إدارة المشروعات كمجموعة تمبلتس وشهادات، وإنما بنتعلم نفكر بعقلية البروجكت مانجر في البيزنس وفي القيادة وفي الحياة. وخلينا نرجع لكاريليون. كاريليون كانت شركة بريطانية ضخمة شغالة في الكونستركشن والفاسيليتيز مانجمنت وخدمات عامة، وعندها حوالي 43 ألف موظف على مستوى العالم، منهم 19 ألف بس في بريطانيا. وكان عندها حوالي 450 عقد كونستركشن وعقد سيرفيس مختلف مع جهات حكومية بريطانية. يعني احنا هنا مش بنتكلم عن ستارت اب اتعملت من سنتين والفاوندر مثلا صرف التمويل على بين باجز وكتب لهم على الحيطه دريم بيج. احنا بنتكلم عن شركه تعتبر استراتيجيك سبلاير للدوله، شغاله في مستشفيات وطرق ومدارس ودفاع وسجون وخدمات عامه حساسه جدا. طيب شركه بالحجم ده وقعت ازاي؟ الحكايه ما كانتش ان في يوم واحد كارثي كده حصل وبعديه الدنيا انتهت، وانما الانهيار كان نتيجه قرارات وممارسات اتراكمت سنين، بينما الصوره اللي بتظهر بره كانت متفائله اكتر من الواقع. الشركه دي كانت بتتوسع، بتشتري شركات، بتدخل اسواق جديده، وبتنافس على عقود ضخمه، وده ظاهريا جروث. ولكن الجروث ده كان بيتغذى بشكل متزايد على الديون، وعلى تأخير مستحقات الموردين، وعلى افتراضات متفائلة جدا عن أرباح بعض المشروعات. اللجنة البرلمانية اللي حققت في الانهيار وصفت نموذج العمل بأنه اندفاع غير مستدام ورا الكاش، وقالت أن التوسع والاستحواذات والاقتراض كانوا بيحصلوا من غير أي اعتبار للاستدامة طويلة المدى. وكانت الشركة بتضغط على الموردين بفترات سداد وصل بعضها ل 120 يوم. يعني الشركة بتحسن شكل الكاش بوزيشن عندها عن طريق ان هي بتخلي المشكلة تقعد في ميزانية المورد الصغير. وده درس مهم جدا. ساعات كتير الشركة بتكونش حلت مشكلة الكاش فلو، ولكنها نقلتها لحد اضعف منها. السبلاير ما خدش فلوسه، ومقاول الباطن بيستلف عشان يدفع مرتباته، فبناء عليه الجودة بتبدأ تتأثر والقدرة على التوريد بتقل. ولكن على مستوى الشركة الكبيرة التقرير شكله كويس وقاعد شكله كويس لفترة كبيرة. ده بقى اللي أنا بسميه تحسين الرقم محليا وتدمير المنظومة كليا.
ففي مارس 2017 كاريليون نشرت حساباتها عن سنة 2016، وبعديها بشهور قليلة جدا في يوليو 2017 أعلنت بروفيت وورنينج وخفضت قيمة مجموعة من العقود بحوالي 845 مليون جنيه استرليني، والرقم زاد بعد كده لأكثر من مليار. يعني الأرباح اللي كانت موجودة على الورق جزء ضخم كبير منها اتبخر لما الافتراضات عن المشروعات اتراجعت واتقارنت بالواقع. نروح يناير 2018 ويبدأ الانهيار، وفي لحظة التصفية الشركة كان عليها التزامات بتقرب من 7 مليار جنيه استرليني، ومعاها 29 مليون جنيه بس كاش في جيبها، ومع ذلك كانت قبليها دفعت توزيعات أرباح قياسية بحوالي 79 مليون جنيه استرليني، بالإضافة لمكافآت كبيرة لبعض القيادات. أنت متخيل؟ فخليني هنا أوضح نقطة مهمة جدا. أنا مش بقول إن في تارجت واحد هو اللي وقع كاريليون، وإنما دي كانت أزمة governance وليدرشيب وأكاونتنج وريسك مانجمنت واستراتيجية نمو وثقافة ما كانش فيها تشالنج كفاية. التارجت هنا بيكشف لنا مرض إداري خطير جدا، إن السيستم كله ممكن يتعلم إزاي يحافظ على صورة النجاح، ولكن النجاح الحقيقي يكون بدأ يختفي. الشركة كانت عايز تقول للسوق إن إحنا بنحقق أرباح، وإحنا بنحول الأرباح لكاش، وإن إحنا بننمو، وإن إحنا قادرين ندفع ديفيدنس توزيعات أرباح، وإحنا مسيطرين جدا على المشروعات بتاعتنا. كل جملة من دولت كان ليها ماتريكس، ولكن السؤال اللي ما كانش بيتسأل بالقوة الكافية يعني هو هل الشركة نفسها صحية وقادرة تكمل ولا لا؟ خليني أبسط لك شوية موضوع الكاش كونفرجن ده. تخيل إن أنت عندك مشروع قيمته 10 مليون جنيه، انت صرفت على العمالة والموردين والمعدات والكلام ده كله، وسجلت في التقارير انك نفذت جزء كبير من المشروع، وبالتالي اعترفت بجزء من الايراد والربح. فعلى الورق انت ايه؟ كسبان. ولكن العميل لسه ما اعتمدش المستخلص اللي المفروض هيتصرف لك، او اعتمده وما دفعش، او فيه كليمز وفيه نزاعات، او ان انت بنيت تقديرك للربح على ان باقي المشروع هيمشي من غير مشاكل. فالنتيجة بتكون ايه؟ بتكون ان انت عندك بروفيت جوه الانكم ستيتمنت بتاعك، ولكن مفيش كاش حقيقي جوه البنك. المرتبات والموردين مش بيدفعوا بالبروفيت المحاسبي. ما ينفعش تروح للمورد مثلا وتقول له ما تقلقش يا هندسه، احنا اندرلاين بروفيت بتاعنا ممتاز جدا فكل حاجه تمام. الراجل عايز فلوسه واحنا ماليش دعوه باللي انت بتقوله ده. عشان كده الكاش كونفرجن حاجه مهمه جدا. المشكلة هنا إن تحقيق كاريليون للرقم كان متأثر بطريقة تصنيف برنامج تمويل الموردين، بحيث ظهر جزء من الاقتراض كأنه كاش داخل من التشغيل. فالتحليل المذكور في تقرير البرلمان قال إن الشركة ما بين 2013 و2016 أظهرت كاش انفلوز من التشغيل بحوالي 509 مليون جنيه استرليني، مقابل الأوبريتنج بروفيت بحوالي 501 مليون. فالشكل ممتاز، أكتر من 100% كاش كونفرجن. ولكن بعد إعادة تصنيف حوالي 472 مليون باعتبارها فاينانسنج مش اوبريتنج كاش، كان الجزء المدعوم بكاش من الأرباح حوالي 7% بس. شايف خطورة الموضوع؟ احنا قاعدين بنحتفل بأننا حولنا الأرباح لكاش، بينما جزء كبير جدا من الكاش طلع أصلا ديون لابسة بدلة التشغيل. المشكلة دي بتحصل غالبا لما بنخلط ما بين 3 حاجات، وركز معايا. أول حاجة اسمها الأوتبوت، تاني حاجة اسمها الاوتكم، تالت حاجة اسمها السيستم هيلث او صحة السيستم. الاوتبوت هو احنا عملنا كام، قفلنا كام تاسك، بعنا كام منتج، دربنا كام شخص، سلمنا كام ديليفربل. وانما الاوتكم هو ايه اللي اتغير فعلا. هل مثلا العميل استفاد؟ هل المشكلة اتحلت؟ هل المشروع خلق البيزنس فاليو اللي اتعمل اصلا علشانه؟ اما بقى السيستم هيلث فهي احنا حققنا النتيجة دي واحنا عاملين ازاي في الكاش وفي الجودة والفريق والموردين والمخاطر والسمعة، وقدرتنا نقرر النجاح بعد كده شكلها عامل ازاي. ممكن شركة تزود المبيعات ولكن بهوامش ربح سيئة، ممكن تحقق برودكشن تارجت ولكن تطلع كمية ريورك وسكراب ضخمة جدا، ممكن تسلم المشروع في الميعاد ولكن تسلمه بجودة تخلي العميل يكره اليوم اللي اتعامل فيه معاك، ممكن تقفل عدد ضخم جدا من كاستمر كومبلين عن طريق ان انت تقفل التيكتس على السيستم من غير ما تحل اصلا مشكله العميل. ممكن حضرتك تحقق تريننج اورز تارجت كبير والناس تحضر كورسات كتير قوي ولا سلوك واحد يتغير على ارض الواقع.
وممكن بقى بروجكت مانجر يحافظ على السكادجول الاخضر عن طريق ان هو يقسم الانشطه بطريقه تخلي نسبه الانجاز شكلها حلو، بينما الكريتيكال باث اللي هو مهم واقف مكانه. الارقام ما كتبتش بالضروره، ولكن احنا اللي سالنا سؤال اصغر بكتير من الحقيقه. في مبدا مشهور جدا اسمه جود هارتس لو. الصيغه المنتشره منه بتقول ايه؟ بتقول لما المقياس يتحول لهدف بيبطل يكون مقياس كويس. عارف ليه؟ لأن قبل ما تربط الرقم بالمكافأة والترقية والتقييم كان الرقم مجرد انعكاس تقريبي للواقع، ولكن أول ما تقول للناس البونص بتاعك متعلق بالرقم ده، ترقيتك متعلقة بالرقم ده، استمرارك في منصبك متعلق بالرقم ده، وكل اجتماع إدارة هنسألك عن الرقم ده، عارف إيه اللي هيحصل؟ الناس طبيعي جدا تبدأ تعمل اوبتمايزيشن للرقم، وأحيانا الرقم بيتحسن لأن الأداء الحقيقي يتحسن وده المطلوب، ولكن احيانا الرقم بيتحسن لان الناس اكتشفت ازاي تحركه من غير ما تحرك الهدف الحقيقي، ويمكن وهي بتضر الهدف الحقيقي كمان. لو قيمت موظف الكول سنتر على قد ايه مكالمه قصيره بس هيقفل مع العميل بسرعه. الافريج هاندلنج تايم هيتحسن بس العميل هيتصل تاني. ولو قيمت ديفلوبر على عدد سطور الكود هيطلع لك كود يكفي انك تدفي المكتب في الشتاء، ولكن مش شرط خالص يكون احسن سوفت وير. ولو قيمت مدير المشروع بس على ان كل مايلستون يبقى اخضر ما تستغربش لما المشاكل تستخبى لحد اخر لحظه. وده مش معناه بالضروره ان الناس وحشه، معناه انك صممت سيستم بيقول لهم بمنتهى الوضوح انا مش مهتم بالحقيقه كلها، انا بس مهتم بالرقم ده. وبعد كده نزعل لما يجيبوا لنا الرقم. هل ده منطقي؟ وخلينا نبص على مثال اوضح. في بنك ويلز فارجو كان في ضغط قوي جدا متعلق باهداف المبيعات وعدد المنتجات والحسابات اللي الموظفين بيفتحوها للعملاء. الهدف الظاهري كان منطقي، كل ما العميل يستخدم منتجات اكتر من البنك علاقته بالبنك تبقى اقوى والبنك يبيع اكتر. ولكن لما عدد المنتجات اتحول لتارجت واتربط بالضغط والمكافآت، بعض الموظفين بدأوا يحققوا الرقم بطرق ملهاش اي علاقه بقيمه حقيقيه للعميل. ففي 2016 هيئة حماية المستهلك المالية الأمريكية أعلنت إن الموظفين فتحوا أكتر من 2 مليون حساب إيداع وبطاقة اهتمام محتمل أصلاً إن العملاء ما كانوش طالبينهم، وفي حالات تم نقل فلوس من حسابات عملاء حقيقية لتمويل الحسابات الجديدة من غير ما يعرفوا. فالسيلز فيجرز اتحسنت والتارجت اتحقق، بس الثقة والقانون وتجربة العميل وسمعة البنك كلهم ركبوا الزحلية. فلما نبص على الموضوع بعد ما الفضيحة تحصل، سهل جدا إن نقول الموظفين دول فاسدين، صح؟ وممكن بعضهم يكون ارتكب مخالفات بشكل حقيقي، وكل شخص فيهم حقيقي برضه مسؤول عن قراره، ولكن كإدارة ما ينفعش أقف عند التفسير المريح ده. لازم أسأل نفسي يا ترى إيه نوع الضغط اللي كان موجود؟ إيه السلوك اللي الانسنتيف سيستم كان بيكافئه؟ هل الناس كان عندها مساحة تقول إن التارجت ده مش واقعي؟ هل الإدارة كانت بتسمع الأخبار السيئة؟ هل الرقم كان بيتراجع مع الكواليتي والكاستمر كومبلينز والاثيكال ريسكس، ولا كنا بنقول للناس يا ابني هات الرقم وما توجعش دماغي بالتفاصيل؟ لان كل تارجت انت بتحطه مش مجرد رقم، ده رساله سلوكيه. يعني كانك بتقول للناس بمنتهى الوضوح الحاجه دي هي اللي تستحق اهتمامكم، وغير كده انا مش فارق معايا. وعايز اقول لك ان دي واحده من اكبر مشاكل الاداره الحديثه، ان احنا بنستخدم الكلمتين بتوع الجول والتارجت كانهم نفس الشيء، بس انا عايز اقول لك ان هو مش نفس الحاجه. الجول هو الغرض الحقيقي، يعني احنا بنعمل الحاجه دي ليه. اما التارجت فهو بيعتبر نيوميريكال ليفل محدد بنحاول نوصل له علشان يساعدنا نعرف هل احنا بنتحرك ناحيه الغرض ولا لا. يعني مثلا الجول مش اننا نقفل 100 كومبلين في الشهر، الجول اننا نحل مشاكل العملاء ونقلل تكرارها ونحافظ على الثقه بتاعتهم. ان احنا نقفل 100 كومبلين ممكن يكون تارجت مفيد، بس لو بقينا بنقفلها من غير حل التارجت نجح والجول فشل. الجول مش ان المشروع يخلص في 12 شهر وخلاص، الجول ان احنا نخلق كابابيلتي او اصلا نتيجه تجاريه معينه داخل القيود بتاعت الوقت والتكلفه والجوده والمخاطر. يعني ممكن المشروع يخلص في 12 شهر وبعدها المستخدمين ما يعرفوش يستخدموا الناتج، يبقى السكادجول بيرفورمانس ممتاز والمشروع فشل. فالتارجت يبقى أداة في إيد الهدف، ولكن لما الأداة تتحول لسيد والهدف يتحول لخادم المنظومة بتبدأ تنحرف. وصلت؟ فعلشان كده قبل ما تعتمد أي KPI أو تارجت عايزك تختبره من خلال 3 عدسات: الرقم والقيمة والثمن.
اول حاجه الرقم. هتبدا تسال نفسك سؤال مهم جدا: هو احنا بنقيس ايه بالظبط؟ هل التعريف واضح ولا مش واضح؟ هل مصدر البيانات ده موثوق ولا مش موثوق؟ الرقم ده leading indicator ولا lagging indicator؟ هل الشخص اللي بنتابع اداؤه ده هو نفس الشخص اللي بينتج البيانات؟ وايه اسهل طريقه لو شخص ذكي يقدر يحسن بيها الرقم من غير ما يحسن الاداء؟ فمثلا لو تارجت المبيعات هو السايند كونتراكتس، فممكن فريق المبيعات يوقع عقود ضخمه بهوامش وحشه او شروط دفع كارثيه. ولو التارجت بتاع المشروع هو عدد التاسكس المقفوله، هل ممكن الفريق يقفل المهام الصغيره ويسيب المهام الحرجه؟ ولو تارجت التوظيف هو التايم تو هاير، فهل ممكن نعين بسرعه ونقضي بعديها 6 شهور بنصلح في القرار؟ فاول عدسه مش بس بتسال الرقم كام، بتسال ايه؟ بتسال ازاي الرقم ده بيتكون ومين عندنا جوه الاورجنايزيشن يقدر يلعب فيه. تاني حاجه معانا القيمه. بعد ما عرفنا الرقم نسال حتى لو الرقم اتحسن، القيمه الحقيقيه اتحسنت ولا لا؟ يعني لو المبيعات زادت، هل الجروس مارجن زاد؟ هل الفلوس اتحصلت؟ هل العملاء دول مناسبين؟ هل هيشتروا تاني؟ لو الانتاج زاد، هل الجود اوتبوت زاد ولا الديفكتس والانفنتوري زادوا؟ ولو التريننج زاد، هل البيهيفير اتغير؟ ولو المشروع خلص، هل البنفيتس اتحققت ولا لا؟ لان الاكتيفيتي مش فاليو، والسرعه مش فاليو لو احنا رايحين في الاتجاه الغلط، والتسليم مش فاليو لو العميل ما قدرش يستخدم الحاجه اللي استلمها. فهمت؟ وتالت حاجه بقى الثمن، ودي العدسه اللي معظم الداشبوردز بتتجاهلها. تبدا هنا تسال نفسك سؤال مهم جدا: يا ترى ايه اللي ضحينا بيه عشان نقدر نحقق الرقم ده؟ يعني مثلا هل استهلكنا الكاش؟ هل خفضنا الجوده؟ هل حرقنا الفريق؟ هل زودنا التكنيكال دات؟ هل اجلنا صيانه المعدات؟ هل ضغطنا على الموردين؟ اخفينا الريسكس؟ بعنا للعميل حاجه مش محتاجها؟ استهلكنا ثقه الناس فينا؟ هل النجاح ده اصلا قابل للتكرار ولا محتاج معجزه وبطل يضحي كل شهر؟ اي تارجت ينجح في الرقم ويفشل في القيمه او الثمن ده مش نجاح، ده فاتوره مؤجله. الفاتوره دي ممكن تشوفها الشهر الجاي او ممكن السنه الجايه، وممكن تيجي على طول بعد المدير اللي خد بونص يكون نقل شركه تانية وكتب الانجاز ده في السي في بتاعه، بس هتيجي. وخلينا نطبق الكلام ده على مشروع حقيقي. افترض ان عندك مشروع مطلوب يخلص في اخر ديسمبر، ولو بصينا للرقم فقط هنقول يا ترى هي نسبة الإنجاز كام؟ وإحنا ahead of schedule ولا behind schedule؟ ونسأل مثلا على الكوست فارينس نظامه إيه وبكام؟ ولكن لما نيجي نبص للقيمة هنسأل إيه؟ هنسأل الديليفرابلز اللي اتسلمت العميل قبلها فعلا؟ هل الفاينل يوزر جاهز؟ هل الناتج بيحل المشكلة اللي المشروع اتعمل عشانها؟ هل البيزنس كيس لسه شغال صالح يعني، ولا الظروف اتغيرت واحنا مكملين باحترام شديد ناحية خطة فقدت معناها؟ وما نيجي نبص للثمن نسأل هل الفريق شغال كل يوم لحد الميد نايت؟ وهل الجودة اتأجلت لحد التستنج في الآخر؟ وهل الموردين بيدفعوا ثمن نقص السيولة عندنا؟ وهل مدير المشروع مخبي الريسكس عشان ما يبانش ضعيف؟ وهل احنا بنستلف من المستقبل عشان نخلي الريبورت بتاع الاسبوع ده قدام المانجمنت اخضر ولا لا؟ وده الفرق ما بين بروجكت مانجر بيتابع الخطه وبروجكت ليدر بيحمي القيمه والمنظومه. مدير المشروع الضعيف هيسال نفسه ايه؟ ازاي اخلي الداشبورد والكي بي اي والمؤشر اخضر؟ وانما مدير المشروع الناضج بيسال ايه؟ هل المؤشر بيحاول يقول لنا حاجه احنا مش واخدين بالنا؟ وايه اللي المؤشر مش بيقول؟ وعايز اقول لك ان الموضوع ده مش في الشركات بس، احنا بنعمل ده في حياتنا كمان. انت ممكن تحط لنفسك انكم تارجت وتحققه، ولكن تخسر صحتك وبيتك والسكينه بتاعتك. ممكن تحط تارجت لعدد ساعات الشغل وتحس انك برودكتيف، ولكن تكتشف انك في اخر اليوم قضيت اليوم كله في نشاط ما منوش اي امباكت. ممكن تقيس نجاحك بعدد المتابعين والمشاهدات والانجيجمنت، وتنسى تسال نفسك سؤال مهم جدا: هو انا اصلا بقول ايه؟ والكلام بتاعي ده بيخدم مين؟ وايه نيتي من الكلام ده اصلا؟ بص، مش كل رقم كبير معناه بركه، ومش كل انجاز ظاهري معناه ان احنا اتحركنا ناحيه المقصد الصح. وقبل ما نقفل الحلقه خد ال5 اسئله دول وراجع بيهم اي تارجت عندك في الشغل. السؤال الاول: لو الرقم ده زاد، هل القيمه الحقيقيه لازم تزيد معاه، ولا ممكن الرقم يزيد والقيمه بتاعته تقل؟ السؤال الثاني: ايه اسهل طريقه شخص ذكي عندك في المنظومه
يقدر يلعب بيها في الرقم. يعني مش لازم يكون شخص فاسد، وإنما شخص عايز يحافظ على شغله، ياخد بونص أو ما يبقاش بيتلاقي. السؤال الثالث: إيه الحاجة المهمة اللي ممكن تتدمر من غير ما تظهر في الداشبورد؟ هل مثلا ممكن ده يكون الكواليتي، الكاش، البيرن اوت بتاع الموظفين، الثقة اللي بتحصل ما بيننا وما بين بعضينا، السيفتي بتاعت البني آدمين، أو حتى قدرة الفريق على الاستمرار ولا لا؟ السؤال الرابع: ما هو البالانسنج متريك اللي لازم يتحط جنب التارجت؟ يعني لو هتقيس المبيعات، راقب الربحية والتحصيل والريتيرنز، ولو هتقيس السرعة، راقب الجودة والريورك، ولو هتقيس التسليم، راقب الاستخدام والبنفتس. السؤال الخامس: لما الرقم يبقى أخضر، مين هيكون مسؤول عن السؤال الصعب بتاع هل إحنا فعلا ناجحين ولا لا؟ لأن أخطر بورد روم مش اللي كل الناس فيها مختلفة، أخطر بورد روم فعلا من خبرتي في الاستشارات هو اللي كل الناس فيها متفقين على قصة أصلا غلط. كاريليون ما وقعتش في يوم واحد، وإنما هي فضلت سنين بتستهلك المستقبل علشان تحافظ على شكل الحاضر. ويلز فارجو ما صحاش في يوم وقرر إن هو يضر العملاء، ولكن التارجت اتربط بضغط وحوافز وثقافة بدأوا يغيروا السلوك اللي المفروض إنه يقيسوا. وهو ده أصلا الدرس. أنا مش عايزك بس تسأل يا ترى الفريق بتاعي يحقق التارجت فقط، وإنما هتسأل نفسك السؤال الأهم، ولكن هتسأل نفسك السؤال الأهم بتاع هو حققه إزاي، خلق قيمة لمين، ودفعنا ثمنه منين. الداشبورد الأخضر مش شهادة نجاح، هو مجرد دعوة إنك تسأل أسئلة أعمق. لأن المشروع مش بينجح لما كل المربعات بتاعته تبقى خضرة، وإنما المشروع بينجح لما يخلق قيمة حقيقية بطريقة أخلاقية ومستدامة من غير ما يدمر السيستم اللي خلقها. وأحيانا أخطر لحظة في حياة المشروع مش لما الأرقام تبقى حمراء، أخطر لحظة في حياة المشروع لما الأرقام كلها تبقى خضرة وإنت مش واخد بالك إن الشركة بتغرق. أنا أحمد علي الضابط، ولو عندك تارجت الفريق بتاعك بيحتفل بتحقيقه ولكن أنت حاسس إن وراه تمن محدش شايفه، اكتبهولي في الكومنتس. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن فكرة يمكن تكون أغرب بكتير جدا، ولو عايز تعرفها اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس وتابعنا في الحلقات الجاية علشان نفهم إدارة المشروع أبعد بكتير من الخطة اللي بنشوفها على الورق.